السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة زي ما انتوا عارفين هنبدأ نحضر لبكرة شم النسيم، ونبدأ نحضر مع بعض كده حبة ترمس، حبة حمص، حبة فول. ولو انتي حابة تعملي الفول النابت هنقول الطريقة مع بعض ان شاء الله. وزي ما انتوا عارفين دي عوايد ما نستغناش عنها في شم النسيم، حاجات مصرية تعودنا ان احنا ناكلها زي الفسيخ كده في شم النسيم والبصل، وزي الفطير والعسل والجبنة. الحاجات دي ما نستغناش عنها زي الحمص والترمس والفول النابت اللي احنا بنعمله، وفي ناس بتحمص الفول كده. فزي ما انتم شايفين انا بليته من بالليل عشان نعمله تاني يوم النهارده مع بعض. نسلقه النهارده، لازم تسلقيه كده عشان بكره شم النسيم يكون مستوي معاكي ومجهزه كل حاجه. تصحي من النوم تلاقي حاجتك جاهزه باذن الله. ونبدأ ونقول بسم الله كده بعد ما بليناه طبعا من بالليل، وهنغسله ونشطفه كده عشان لو في حبة تراب حبة شوائب كده هننضفه عشان يدينا الحباية لونها فاتح وجميل. الحاجات الشوائب دي بتغمق لنا الفول المدمس، وهنشوف الحاجات اللي بنحطها مع الفول عشان يدينا لون فاتح ان شاء الله. طبعًا أنا هاقول لكم على طريقة الفول النابت، بس الأطفال مش بيحبوا الفول النابت فمش هنعمله، فأنا هاقولها لكم كده إن شاء الله، هي سهلة خالص. بعد ما هتبلي الفول كده يوم كامل هتجيبي فوطة نضيفة وتفردي الفول جواها وتغطيها لحد تاني يوم ما يزرع معاكِ. وبعد كده تصحي يوم شم النسيم الصبح هتاخدي الفولة بعد ما زرعت كده وهتسلقيها في حلة واسعة وتغرقيها كده بالمَيّة وتعصري عليها عصرة ليمونة وتسيبيهم يتسلقوا. زي ما كأنِك بتسلقي أي حاجة بالضبط. أول ما تستوي معاكِ الفولة بعد ما زرّعت وهنسلقها كده، بعد ما تستوي هتجيبي معلقة من التوم ومعلقة من الخل، هتشوّحي معلقة التوم دي وتنزلي عليهم بحبة خل، وبعدين تطُشّي النابت بتاعِك بعد ما سلقتيه طبعًا، وهيدّيكِ أحلى ريحة كأنِك عاملة فتة كده، ريحة الفتة كأننا بنعمل طشة الفتة. فهتنزلي عليهم كده. في ناس بتحب تاكله بالمعلقة شوربة كده وجواه حبة فول نابت، وفي ناس بتحط عليه عيش شمسي الناشف المحمص وبتعتبره إن هو زي الفتة بالضبط. يصحوا يوم شم النسيم كده يفطروا بيه. والدتي كانت بتعمله لنا الصراحة وكان بيفحفح البيت كله، وكنا بنحبه نصحى كده نشم ريحة النابت في شم النسيم. وطبعًا والفسيخ في الغدا، والحمص والترمس ده نتسلى بيه، وحبة فشار. كانت الصراحة بتعمل لنا حاجات حلوة كتير، ربنا يخليها لنا ويديها الصحة والعافية. وزي ما انتم شايفين كده غسلت الحمص وهنغسل الترمس وهنصفيه. إحنا بنبِلّه عشان الناس اللي بتحب تسويه بسرعة فيستوي معاكِ، مش هياخد وقت ولا هنهدّر في الغاز. طبعًا لمّا تسويه كده طول اليوم يتحط على البوتاجاز هياخد منِّك غاز كتير ويوم طويل كامل وهتطلع لِك الحبّة ناشفة، لكن لمّا تبلّيه فترة طويلة كده هيستوي معاكِ بمنتهى السهولة. إحنا هنا خلّصنا الكمية، طبعًا حطينا الفول عشان ندمّسه. طبعًا ما نستغناش عن الفول، فأنا قُلت طالما إن إحنا هنسلق الحمص والترمس فقُلت أدمّس لي حبّة فول كده وأحطهم في الفريزر، لإن كمية الفول اللي عندي في الفريزر خلصت. فقُلت ندمّسها مع بعض كده ونشوف الطريقة اللي أنا باعملها كده على طول وبتدّيني نتيجة الصراحة تحفة. زي ما أنتم شايفين حضّرت حبّة عدس ومعلقة توم وقصدي طماطماية وجزراية وقطّعتهم كده وهنحطّهم على الفول بتاعنا، بيدّيهم تيست جميل ولون جميل. وهنحضّر معانا معلقة من الكركم، معلقة الكركم دي بتفتّح لِك لون الفول وتدّيه لِك لون فاتح كده ما يغمقش منِّك ولا يبقى مسوّد. وهتحضّري تاني معلقة معانا الكمون. الكمون ده بنحطّه عشان لمّا ناكل الفول ما حدش يقول لِك القولون وجعني، القولون تعبني. وفايدة الكمون طبعًا عظيمة وكتيرة وبتنفع للفول. طبعًا بيبقى طعمه بالكمون تحفة، بس أنتِ مش هتحسي بريحتها ولا طعمها في الفول، إحنا بنحطها كده عشان القولون بتاعنا إن شاء الله. وزي ما أنتم شايفين حطيت حلة فيها الحمص وحلة فيها الترمس، وقطعت كده بصلاية وطماطماية، حطيت نُص الطماطماية هنا ونُص البصلاية، وفي الحلة التانية برضه نُص طماطماية ونُص جزراية عشان يديكِ طعم جميل للحمص والترمس بتاعنا.
إحنا طبعًا مش هنعمل حمص الشام، إحنا منزّلين فيديو عن حمص الشام لو أنتِ حابة تعملي طريقة الحمص الشام، طريقة ناجحة جدًا إحنا نزّلناها على القناة مع بعض، ولو حابّاني إن أنا أكتبها لِك في الوصف إن شاء الله هاكتبها، بس أنتِ اطلبي كده واكتبي إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين كده هنحط معلقة من الملح عشان إحنا مش هنحط ملح كتير عشان يدّينا ما يحدقش منِّك، بعد ما يستوي ممكن تزوّدي حبّة ملح. هنغطّي ونوطّي ونسيبهم كده على نار هادية هم والمدمس، وحبّيت أورّي لكم المدمس كده بعد ما استوى. طبعًا بينفعنا نحطّه في الفريزر، طلّعي كيس تعمليه تفطري بيه كده، عليه عصرة ليمونة، عليه حبّة طحينة، عليه ممكن تعملي فول ببيض، ممكن تعملي فول بالطماطم. حسب اللي أنتِ عايزاه، الفول ده لازم يبقى موجود عندنا في الفريزر الصراحة وقت ما تحتاجي مزنوقة كده متأخرة وما عملتيش أكل، طلّعي كيس فول سخّنيه وتعملي جنبهم حبّة بطاطس، حبّة بتنجان، تحبّشي القعدة كده وهينفعِك طبعًا إحنا ما نستغناش عنه في الفريزر زي ما اتفقنا. هنحضّر كده الكمية كلّها اللي إحنا عملناها في الحلة، هتحضّري أكياس أو علب بلاستيك وتحطّي فيها حسب اللي يكفّيكِ في اليوم، هتحطّي كده أكياس، أكياس، وقت ما تحتاجي هتطلّعي كيس، هتطلّعي علبة وتعمليهم، ودي حاجة مفيدة وحاجة بتنفعنا. ما تستغنيش عن الفول في البيت، طبعًا بنشتري الفول ب5 جنيه وب10 جنيه بيبقى كمية قليلة ما يكفّيش العيلة، أمّا النُص كيلو اللي إحنا عملناه عمل لنا حلة كبيرة، وهتحطّيها في الفريزر كذا كيس معاكِ وهينفعوكِ إن شاء الله، وما تستغنيش عن الفول زي ما اتفقنا. هنا طبعًا الحمص والترمس بتوعنا استووا وبقوا تمام التمام، هنحضّر كده طبق عشان أورّي لكم إن هو شكله جميل، وأورّيكم كده طريقة التقديم إن شاء الله مع بعض عشان تحضّريها بُكرة بإذن الله. زي ما اتفقنا إحنا هدف القناة إن أنا أعمل لِك الحاجة النهارده وأنتِ تجرّبيها بُكرة، وإن شاء الله تنفعِك وتلاقيها طريقة ناجحة معاكِ بإذن الله. وزي ما أنتم شايفين كده جبت الأطباق الإزاز بتاعتنا، قدّمي في الأطباق اللي أنتِ حاباها، حضّري كده ليمونة وحطّيها كده وزيّني بيها الطبق، واعصري عليها عصرة ليمونة هيدّيكِ أحلى حمص وترمس. إحنا بنشتري طبق الحمص والترمس ده بمبلغ وقدره. هنا أنا كنت باجهّز الفطير طبعًا زي ما أنتم عارفين الفطار مش بينفع غير بالفطير، أنا باحب أفطر في شم النسيم كده بالفطير والعسل الأبيض والعسل الأسود، فقُلت يالّا نحضّرهم مع بعض كده وتاخدي برضه فكرة عن الفطار، ساعات بتبقي واخدة إجازة ومش عارفة نفطر إيه الصبح، فهندّيكِ فكرة كده إن شاء الله وأنتِ قاعدة في شم النسيم. فزي ما أنتم شايفين كده حضّرت الطبق الجميل بتاعنا، الأطفال بيحبوا الأطباق الصغيّرة دي، فحبّيت أحُط لهم طبعًا وعشان كمية العسل ما تهدّرش، في ناس بتحب العسل الأبيض وفي ناس بتحب العسل الأسود وفي ناس بتحب تاكل الفطير بالجبنة، فإحنا مش هنحرم حد من حاجة كده، نحُط كل الأنواع وفي نفس الوقت بكميات قليلة بحيث إن بعد ما يتاكل ما يترميش، تبقى كميات قليلة ولو احتاجنا نحط حبة كمان. زي ما أنتم شايفين كده أنا باحب أحتفظ ببرطمان العسل جوّه كيس عشان النمل وتحطيه في التلاجة، لإن العسل لو حطيتيه برّه التلاجة إحنا في الصيف بيلِم نمل كتير الصراحة، فقبل كده برطمان عسل باظ منّي بسبب النمل، فبعد كده أنا بقيت أحطه في كيس بحيث إن العسل ما يبهدليش التلاجة وفي نفس الوقت أحافظ عليه من النمل. هنا كنت حضّرت معايا هنا حبّة جبنة طبعًا، الجبنة بتاعتنا الجميلة مع الفطير، ما فيش أحلى من كده فطار، حبة جبنة وحبة عسل أبيض، حبة عسل أسود، ولو عندِك حبة فشار كده إن شاء الله أنا هاعمل لهم حبة فشار جنب الحمص والترمس، بس عشان يبقوا بكرة إن شاء الله. إحنا زي ما اتفقنا إحنا بنحضّر الحمص والترمس عشان بياخدوا وقت في السلق، فبنحضّرهم من النهارده الحد عشان بكرة الاتنين تصحي تلاقيهم جاهزين. بعد ما تفطروا كده وتاكلوا الحمص والترمس والفطير والعسل الأبيض والعسل الأسود والجبنة كده وتتسلوا طبعًا مع بعض، يالّا حضّري حبّة فشار للأطفال بعد الأكل وفرّحيهم كده وهُم قاعدين قدّام التلفزيون. وطبعًا اللي آآ بيحب يتغدى راحت عن بالي، بيحبوا يتغدوا فسيخ، فيالّا كده حضّري لهم الفطار زي ما اتفقنا، ولو عجبتِك فطار شم النسيم وحاجة شم النسيم ما تنسينيش كده باشتراك ولايك، خدي فكرة واطبخي بكرة، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا ومع ألف سلامة، وكل شم نسيم وأنتم طيبين.